يا نهار أبيض على الجمال وعلى الحلاوة، بجد أنا مش عارفة أقول إيه في عشق الطاجن دوّة، مش عارفة أقول إيه، خايفة أقول أي حاجة حاسة إن أنا هاظلمه، مش هالاقي ليه وصف بصراحة يقول أو يطلّع الإحساس والمشاعر اللي في الطاجن دوّة، بجد طاجن ورق عنب بالكوارع مش قادرة أقول لكم قد إيه خطير، خطير، يخطف كده القلب مش العين بس، ويدفّي حاجة بجد يعني رهيبة، رهيبة. الشتا ده والجو اللي إحنا فيه جو ساقع خالص، فمحتاج بقى الطاجن العظمة دوّة، هتعمليه بكل سهولة. يالّا بقى معايا يا ست الكل، ما تنسيش تصلّي على الرسول ولايك وشير للفيديو، كومنت كده حلو منكم للتشجيع، كومنتاتكم أكيد، أكيد بتسعدني وبتفرّح قلبي. يالّا كده هنسمّي الله، هنجيب بقى البلانشة بتاعتنا ونجيب البصل بتاعنا، وأنا هنا استخدمت البصل الأبيض، وكلنا عارفين إن البصل الأبيض هو بتاع الطبيخ، البصل الأحمر بنخلّيه للسلطات. هاقطّعه كده مكعبات، ويالّا بقى نجيب الطماطم بتاعتنا، والطماطم دلوقتي حلوة أوي ومحمرة، فجِبت كده أهوّة كمية هاعمل منها للمحشي وهاشيل الباقي في الفريزر. استغلّي الوقفة مرّة واحدة. هنضرب الطماطم بتاعتنا في الخلاط، وعلى طول بقى حلة فيها زيت يسخن ننزل بكمية البصل، والمحشي يعني بصل كتير، اتوصّي بالبصل. عارفة إنِّك هتعيّطي والدموع هتنزل وامسحي بقى في دموعِك، بس معلش استحملي، هي الأكلة الحلوة كده بنتعب لها علشان يبان حلاوتها. على طول البصل بتاعنا أول لمّا ياخد اللون الدهبي ننزل عليه بالطماطم المعصورة ونتبّله بملح وفلفل، وباحط كده مكعبين من المرق ونسيبها بقى تستوي على جنب. في المرحلة دي تعالي بقى نعمل الكوارع، وخدي بالِك من التركاية، مَيّة في حلة هتغلي هننزل بالكوارع اللي إحنا غسلناها كويس جدًا 3، 4 دقايق بالكتير، هتاخد كده غلوة، وعلى طول هانشِل الكوارع من المَيّة دي وهاخدها تحت الحنفية هاشطفها كويس جدًا، ونغسل الحلة ونحط فيها مَيّة نضيفة تغلي، نسقط الكوارع بتاعتنا. وهاقول لِك ليه الحركة دي إحنا بنعملها، علشان تاخد أي زفارة وأي زنخة وأي طعم مش حلو للكوارع، ولمّا تاكليها تنبسطي كده بالشوربة بتاعتها. حطي بقى بهاراتِك، الفلفل وورق اللورا والحبهان والبصل والجزر والكبيبة الصيني، كل اللي أنتِ عايزة تحطيه والطماطماية اوعي تنسيها، بس ما بنحطش الملح، الملح ده آخر حاجة. حطي معاها معلقة صغيرة من السكر، ودي المعلقة السحرية اللي هتسوي لِك الكوارع بتاعتِك على طول. نسيبها بقى تستوي، ويالّا الورق العنب الجميل بتاعنا اللي جبناه وغسلناه وعلى طول سلقناه في مَيّة وملح وكمون، وبنحطه 5 دقايق أو 7 دقايق نطلّعه. اتصفّى الورق زي ما أنتم شايفينه كده، يالّا بقى بسرعة كل حاجة جهزت. يالّا هاتي بقى الصينية بتاعتِك الرز بتاعِك، رز مصري مغسول كده ومتصفّي كويس جدًا، ننزل بالصلصة بتاعتنا القمر، والخضرة بتاعتنا شبت وبقدونس وكزبرة متقطّعين، أنا باحط ال3 وبتدّيني أحلى نتيجة. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل و7 بهارات، وكمان معايا كزبرة، ومعايا كمان بابريكا أو فلفل حامي لو تحبّي تحطّي الفلفل الحامي، يعني شوية شطشطة كده للموضوع يدّينا تستعيل. ويالّا بقى للبوب الكبير اللي ما باستغناش عنّه ده، روحي، 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 النعناع المجفّف. وجرّبوا التركاية دي واوعوا تقولوا لي لأ بيغيّر طعمه بيمرّر، جرّبي بس، ولمّا هتجرّبي هتحكمي وهتعرفي الطعم بيفرق قد إيه. ويالّا بقى بينا نحط بقى المكون الرئيسي اللي هيودّي المحشي ده حتّة تانية خالص، دبس الرُمّان، معلقتين 3 كده لدبس الرُمّان، هيدّيكِ بقى مزازة مع حلاوة، يعني تسكيرة ومزازة في نفس الوقت، طعمه بيبقى تحفة جدًا. يالّا بقى تعالي نشوف طريقة الحشو بتاعتنا، واوعي تنسي تحطّي شوية زيت كمان على الخلطة بتاعتنا، اوعي تنسي. جيبي بقى الورقاية، والورقاية كده تبقى على ضهرها، يعني العروق دي بتبقى من جوّه، والورقة الناعمة هي اللي بتبقى من برّه. هنحطها ونحط شوية رز كده وما تكتريش في الرز، ونبتدي نقفل الورقاية ونلم من الجنب الشمال ومن الجنب اليمين زي ما أنتم شايفين كده. نكررها تاني، نحط الرز كده في النُص، نقفل كده الورقة نتنيها عليها، ونجيب كده الجناب ندخّلها ونلفّها على طول بكل سهولة. أي ورق زيادة كده ندخّله من جوّه، شايفين بالشكل ده. واضغطي على الورقة وأنتِ بتلفّيها علشان خاطر لمّا ييجي يستوي ما يفتحش منِّك ويطلع معاكِ الورق زي ما دخّلتيه زي ما هيطلع. الورقة ماسكة نفسها بالشكل ده، شايفين بكل سهولة.
هحشي بقى كل الكمية بتاعتي وهاتيلي بقى طاجن القمر بتاعك، وحطي بقى في الأرضية جزر شرايح وبصل شرايح وطماطم شرايح، ورصيهم وظبطيهم بالشكل ده. شايفة؟ هي دي القاعدة بتاعة الطاجن بتاعي. نظبط كده الخضار بتاعنا بالشكل الجميل ده. طبعا الفرن أنا مشغلاه على درجة حرارة 200. نرص بقى ورق العنب بتاعي. شايفة ورق العنب ترصي معايا هوا، وابتدي كده اظبط الطاجن بتاعي. واستخدمي الطريقه الدائريه، يعني ما تحطيش كده عشوائي، لا حطي طريقه دائريه علشان خاطر لما تيجي تقلبي الطاجن، لو عايزه تقلبيه يطلع كده شكله منظم بالشكل ده. شايفين؟ انا هرص كل الطبقات بالشكل دوت بالطريقة الدائرية علشان خاطر تحافظي على الفراغات والمسافات ما بين الصوابع، ولما تيجي تحطي الشوربة بتاعتك تنزل لكل الصوابع بتاعت المحشي بتاعنا او ورق العنب وتستوي حلو جدا. رصينا الطاجن، يلا بقى نركنه على جنب، وتعالي بقى للمرحلة الأهم والأخطر في الموضوع كله. طاسة كده على النار، تحطي فيها كده معلقة سمنة حلوة، ولو معلقة سمنة بلدي بقى يا نهار أبيض، الموضوع هيروح في حتة تانية خالص. ما عندكيش أي مادة دهنية عندك، انزلي كده بأربع خمس فصوص من التوم المفرومين. أول لما يتشوح وياخدوا اللون الذهبي هننزل عليهم على طول بأربع خمس معالق من الصلصة اللي احنا عملناها بتاعة المحشي، ياخدوا يدوا كده مع بعض. معلقتين كده اهوت من الخل، وانزلي لي بقى بالكوارع اللي احنا بعد ما سلقناها وبردت شويه خليناها وقطعناها بالشكل ده، وبهاري بقى بشويه ملح وشويه فلفل، وهيكون عندك احلى كوارع. انا حطيت هنا كمان شويه كده من الشطه عشان يبقى الموضوع كده سبايسي، وهو حلاوته بقى في السبايسي او في الحروقه بتاعته. نجيب بقى التشويحه الجميله اللي احنا عملناها للكوارع، وبعد كده على طول نرصها على الطاجن بتاعنا بالشكل ده. ظبطنا بقى الطاجن بالشكل ده وبينا الورق العنب. هاتي بقى طبق وغطي الكوارع، وجيبي بقى شوربة الكوارع اللي صفيناها من كل الخضار، وابتدي اسقي الطاجن بالشكل ده كده. انا الطاجن بتاعي الشوربه مظبوطه، اوعي تكتري الشوربه، هو يا دوبك بس لما تميلي الطاجن تلاقي الشوربه كده بانت. والورق الفويل ونبتدي نقفل عليه كويس جدا، وهندخله في الفرن على درجه حراره 200. هيقعد له ساعه بالظبط على الرف الوسطاني، وبعد كده تطلعيه. ممكن قبل منها تشيلي بقى الطبق والفويل وتبتدي تديله لون كده تحت الشوايه، وتفرجي لي بقى على الطعم. بصي شايفه الرز عامل ازاي، واخد الخلطه والصلصه بتاعته التحفه، والرز مفلفل والكوارع تحفه. اتمنى ان انتوا تجربوه واستنوني في فيديو جديد.